السلام عليكم. عاد الحديث في الجزائر عن نظام التقاعد المسبق في قانون التوظيف العمومي، بحيث يلح نواب ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية في الضغط على الحكومة من أجل إعادة العمل بالنظام ومناقشته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، معتبرين الأمر مطلبا لعشرات الآلاف من الموظفين في القطاع الحكومي. التقاعد المسبق هو نظام كان يسمح للموظفين في القطاع الاقتصادي بالاستفادة من المعاش، شرط أن يكون المستفيد بلغ 50 سنة بالنسبة للرجال و45 سنة بالنسبة إلى النساء، وأن يكون قد اشتغل لمدة 20 عاما على الأقل. تم البدء بهذا النظام، أي العمل به، في سنة 1997 في ظل ظروف خاصة شهدت حل عدد من المؤسسات وتسريح الكثير من الموظفين، واستمر العمل به إلى 2016، فيما يعتزم النواب تقديم مقترح جدي في شكل مشروع قانون من أجل العودة لتطبيق التقاعد المسبق الذي ينتظره الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي الراغبين في الاستفادة من هذا النمط للتقاعد، والذي توقف العمل به منذ سنوات. موقف الحكومة عبر عنه وزير العمل يوسف شرف، الذي استبعد العودة لنظام التقاعد النسبي في الوقت الحالي، متحجبا بعدم وجود موارد مالية كافية، وكون أولوية الحكومة في الوقت الحالي إنعاش صندوق التقاعد الذي يعاني منذ 2013. ولدى التطرق إلى الوضعية المالية للصندوق، أشار الوزير إلى انخفاض في عدد المشتركين، مبرزا أنه يسجل 1.92 مشترك مقابل متقاعد واحد، في حين أن التوازن المالي للصندوق يتطلب 5 مشتركين مقابل متقاعد واحد.